السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسوي معاكم اليوم مكرونة سباجيتي بطريقة مرة سهلة وبطريقة مبسطة، ويلا نشوف الطريقة. أول شي هنا عندي مكرونة سباجيتي، طبعا نزلها بموية مغلية وأخليها لمدة 20 دقيقة. عندي هنا بالطاوة نزلت قطعة من الزبدة، وأنزل هنا البصل مقطع شرايح. طبعا أحرك البصل حتى يتغير لونه. طبعا بعد ما تغير لونه نزلت 2 من الطماطم المعصورة وملعقة كبيرة من معجون الطماطم، وأحركها مع بعض، وأنزل تقريبا نص كاسة من الموية، طبعا موية مغلية، حتى يتسبك معي الكشنة. طبعا لازم تحركون مع بعض حتى يعني يتسبك الصوص مع بعض، وكذا نخليها تغلي لمدة 5 دقائق حتى تثقل. وطبعا كمان عندي هنا البهارات، طبعا كل البهارات راح أكتب لكم إياها في صندوق الوصف كلها والطريقة كل شيء. طبعا حطيت هنا ماجي بديل ماجي، وكمان حطيت بابريكا، وعندي هنا بهارات اللي هو ثوم، وكمان زعتر بري، وكمان أضفت آخر شيء اللي هو أريجانو، وأحركها مع بعض. طبعا حسيت إنه الكشنة تسبكت، طبعا لازم أنزل عليها الموية وأبدأ أحركها. طبعا لا تنسون الملح، طبعا أضفت الملح ونزلت عليها المكرونة سباجيتي، طبعا وأحركها مع بعض، وأخلي لمدة من ربع ساعة ل20 دقيقة حتى تتجانس مع بعض. شوفوا كيف، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لذيذة. طبعا تقدرون تحطون معها كريمة طبخ أو ملعقة جبن سايل، وطبعا كذا تكون جاهزة. بالعافية علينا وعليكم.